السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب كله بخير صحة والعافية. اليوم راح اسوي وياكم خبز البيت، خبز العراقي. اسوي من نفس العجينة الخبز لحمة بعجين بتنور الغازي الارضي. وصفة كلش سهلة وكلش طيبة، مقاديرها بسيطة. ولا تنسون لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل فيديو انزلها جديد. نشوف طريقة العمل. هنا حضرت طحين اخليها وياها الملح والخمرة. كمية الطحين حسب الرغبة، حسب ايش قد تسوون خبز. وهنا ضفت المي. هنا عينك ميزانك، ما يحتاج نقيسها. نضيف المي حسب احتياج العجينة وأعجنها. هنا خليت وياها طحين صفر فأعجنها مرتين. أول عجنة ألم العجينة أخليها يرتاح في 10 دقائق، ورا 10 دقائق أعجنها عجنة ثانية. هاي مرة ثانية أعجنها وأغطيها أخليها تختمر. ونحضر الحشوة، حشوة لحم بعجين. هنا خليت الطاوة على النار بدون ما أضيف زيت، ما يحتاج نضيف له دهن لأن اللحم بيها كمية زينة من الشحم ليا، فما يحتاج بعد نضيف زيت. أغطيها خليها إلى أن ينحمس اللحم. ونحضر البصل. عندي هنا حبتين من البصل. بالمحضرات الطعام افرمها سويها. إذا ما عندكم محضرات الطعام احتياطي فرموها بالإيد. وهنا أنا نسيت أخلي وياها فلفل، انتم خلوا وياها حبتين من الفلفل هم وياها. أنا الفلفل فرمتها بالإيد. خلصت فرمت البصل، راح افرم الطماطة بنفس الطريقة او ابرشها يعني مثل البرش يصير. هنا عندي كمية من الطماطة. انا عندي حباتها صغار الطماطة استعملت 5، اذا عندكم طماطة خشن استعملوا 2 او حبتين من الطماطة. بنات اذا وصلتوا هنا لا تنسوا لايك للفيديو، لايكاتكم ترفع الفيديو وتشجعني انزل فيديوهات اكثر. طماطة بنفس الطريقة افرمها او ابرشها مثل العصير يصير. هنا كملت الطماطة واللحمها منحمس. وهنا أضفت البصل وأضيف وياها الفلفل، فرمتها باليد نسيت أضيفها ويا البصل، حبتين من الفلفل. هنا أخليها البصل إلى أن ينحمس ويذبل، أغطيها. هنا انحمس البصل واللحم، راح أضيف له المعجون، ملعقة كبيرة من معجون الطماطة. أحمس شوية المعجون هم وياهن. هنا أضيف الطماطة هم. وراح أضيف وياها الملح والبهارات. كمية الملح حسب الرغبة. أضيف وياها رشة من الفلفل الأسود، ما أكثر لأن عندي جهال بالبيت، وعندي لحم العجين بهارات مال لحم بعجين جاهز، بهارات الطباخ. هنا خليت وياها تقريبا ملعقة الكوب من بهارات لحم بعجين. وراح أضيف وياها ربع كوب من المي. نخليها في 5 دقائق تتجانس كلها. أغطيها خليها في 5 دقائق. هنا رجعت ورا 5 دقائق طفيتها، استوت الحشوة لحم بعجين. آخر شي أضيف له كرفس ورا ما أطفيها. هنا عندي تقريبا ربع باقي من الكرفس مفروم، ضفتها آخر شي. كمل الحشوة والعجينة هم اختمر. هاي العجينة ما شاء الله اختمرت. صراحة شنقها وأكورها. أول شي أسوي مال الخبز. أنا بالعادة أخبز تنور الغازي الكبير، بس اليوم على مود لحم بعجين جبت هاي التنور الغازي الأرضي جبتها. وراح أسوي قرصتين من خبز الزعتر، أيمن يحبها ابني، وقرصتين أسوي خبز السمسم، وقرصتين أسوي خبز حبة السودة. هاي السمسم. أول
أول شي أسوي خبز، وراها آخر شي أسوي لحم بعجين. يعني جهال بعدهم بالمدرسة ما جاي من المدرسة، فأسوي لحم العجين حارهم ما حتى ياكلونها، يعني يجون أسوي لهم. هنا شنكت العجينة، بديت أخبزها وشغلت التنور هم. هنا خليت طحين صفر أكثر من طحين الوجبة، شوية عجينة قوية مو هالقد ينفتح. إذا تسوون طحين الوجبة بعد أحسن يصير، من تفتحونها بسرعة ينفتح طحين الحصة. أفتحها بهاي الطريقة، والتنور شوية أمسحها وأخبزها. كلش سهلة خبز بيها، بس الطحين مال الوجبة بعد أحسن. وإذا عندكم تنور الغاز الكبير تخبزون بيها الخبز أحسن من هاي التنور. هاي التنور شوي يطول بالخبز، لازم واحد وحدة يخبز بيها. أنا أكتر شي أخبز بالتنور الكبير. هاي مخليتها احتياط، ما راح أسوي بيها لحم بعجين. هنا خبزت كم وحدة، شوف التنور ما يبين، فحمودي يجي صور لي بقية. هاي التنور. والمنظم مخليتها منظم مال الضغط العالي، لأن أول شي خليت لها مال طباخ شفتها يتأخر فدنوب القرصة 10 دقائق ما يستوي بيها، فبعدين بدلتها خليت المنظم مال التنور أو مال الضغط العالي كبير، خليت بيها التنار مالتها يصير عالي. هاي خبزتي، الخبزة بالحبة السوداء أو الحبة البركة. هنا كملت الخبز. هسه راح أسوي لحم بعجين. شوية شنك سويتها صغار سويتها أصغر من قرصة الخبز. بنفس الطريقة فتحتها، خليها على التنور، وهنا أخلي لها حشوة لحم العجين. كلش سهلة ونفس الوقت كلش طيبة، أحسن من نشتريها من برا. هنا استوى. وأيمن جاب الفراش فرشها نفس مكان التنور بالحوش فرشها، يعني ما شاء الله جو حلو شمس. أنا أطلعها هما ياكلونها وحار ياكلونها، وبالعافية عليهم لأن كلش طيبة كانت. هاي كملت هنا لحم العجين هم، ما شاء الله صارت 6 قطع سويتها، نص كيلو لحم المفروم، وكله كبار دبل. وهاي الشكل النهائي للحم بعجين. وصفة كلش سهلة، جربوها بالعافية اللي يجربها. وهاي بقت آخر شوية لحم بقت عندي، وسويتها مثل الخبز، خليتها نصه هيج سويتها مثل الفطاير، سويتها مخبزتها بالتنور حارة أيمن ما يقدر يفتحها. وهنا سووها جهال لفات، وخللها وياها مايونيز وصاص وعنبة وياها. سفرة سووها بالحوش. ووصلت لنهاية الفيديو. لا تنسون لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل فيديو أنزلها جديد. انتظروني فيديو جديد إن شاء الله، ومع السلامة.